في أفلام رعب بتخوفك وفي أفلام بتفضل في دماغك سنين، بس هالوين ده من النوع اللي بيعمل الاتنين. فيلم بسيط جدا من غير مؤثرات ضخمة ولا وحوش خيالية، لكنه قدر يخلي العالم كله يخاف من إناع أبيض ووش ساكت. النهاردة هنرجع سوا لسنة 1978 ونحكي عن الليلة اللي الرعب فيها خرج يتمشى في الشوارع. بلدة صغيرة اسمها هادونفيلد، كل الناس لابسة تنكر، الأطفال بيلموا سكاكر، والدنيا شكلها عادي جدا. لكن في بيت من البيوت الرعب كان لسه بيبدأ. الكاميرا بتدخل من بعيد على بيت هادي، النور منور والجو كله بريء، لكن احنا بنشوف المشهد كله من عين طفل صغير شايف أخته جوه وشايفها مع حبيبها. الحبيب يمشي والطفل يطلع من المطبخ شايل سكينة مطبخ كبيرة، يدخل أوضتها يقرب ببطء، وفجأة طعنة وراها التانية والتالتة. الأخت تقع على الأرض والطفل يقف فوقها لابس بدلة مهرج وماسك السكينة كأنه مش فاهم عمل إيه. أول ما الباب يفتح الأهل ييجوا ونشوف الوش الأول مرة. مايكل مايرز عنده 6 سنين، وشه بريء بس عينه فاضية ما فيهاش أي إحساس. وده كان أول جريمة قتل في هادونفيلد، وجريمة هتفضل تطارده وتطاردنا طول الفيلم. سنة 1978 الطبيب النفسي دكتور لوميس رايح يشوف مايكل بعد سنين طويلة في مستشفى المجانين اللي محبوس فيها. لكن اللي حصل كان غريب جدا. قبل ما يوصل بيلاقي كل المجانين ماشيين في الشارع تحت المطر. ينزل من العربية مصدوم، يسأل الحارس ايه اللي بيحصل هنا، وفجأة حد يهاجمه. شخص ضخم لابس بدلة بيضة بتاعت مستشفى يسحب المفتاح، يركب العربية ويهرب بيها. دكتور لوميس يصرخ ده مايكل، هو خرج، هو راجع هادونفيلد. الليلة بدأت والهالوين الجاي مش هيكون فيه زيه قبل كده. البلدة الصغيرة لسه هادية، الناس بتحضر للعيد والجو خريفي جميل، بس في سيارة بيضة ماشية ببطء في الشوارع والسواق مش باين وشه. ده مايكل راجع البيت بعد 15 سنة ومعاه قناع جديد وسكينة جديدة وقلب فاضي تماما. في الناحية التانية بنت لطيفة اسمها لوري سترود اللي قامت بدورها جيمي لي كيرتس. بنت هادية متفوقة في المدرسة وبتحب تقضي وقتها مع أصحابها، ما تعرفش إن الليلة دي هتغير حياتها للأبد. لوري بتاخد طفل صغير اسمه تومي عشان تقعد معاه في الهالوين طول اليوم، وهي حاسة إن في حد بيراقبها. تلف تلاقي عربية واقفة من بعيد فيها راجل لابس قناع أبيض. أول ما تبصله العربية تتحرك وتمشي ببطء، تضحك وتقول لصاحبتها أكيد حد بيهزر من الشباب. بس لأ، ده مش هزار، مايكل فعلا بيراقبهم من الصبح. بيمشي وراهم، يستخبى ورا الشجر، يقف ورا العربيات زيه زي شبح حقيقي. صمت اللي حواليه مرعب أكتر من أي صوت، مش بيجري مش بيزعق، بس بيقرب واحدة واحدة. الليل جه والأطفال بدأوا يخرجوا والجو كله بهجة. لكن في بيت تاني واحدة من صحبات لوري اسمها آني كانت مستعدة تقابل حبيبها بعد ما توصل الطفلة اللي بتقعد معاها. بس العربية مش بتفتح، تحاول تفتح الباب بس مش بتلاقي المفتاح، فبتروح تجيبه وترجع تاني، وفجأة ايد تطلع من الضلمة وتمسكها، ومايكل يطلع من ورا الكرسي، سكينته تلمع في ضوء القمر وطعنة سريعة تسكت الصوت. البيت بقى ساكت والجو كله برد. مايكل يقعد شوية كأنه بيستمتع بالسكوت، وبعدين يروح يدور على الضحية اللي بعدها. في بيت تاني صاحبة لوري التانية كانت مستنية حبيبها يخلصوا سهرتهم، تروح المطبخ تفتح التلاجة وفجأة الباب وراها يتقفل ببطء. تلف تشوف شخص ضخم لابس قناع أبيض، تضحك وتقول هي كفاية هزار يا مايك. بس لما السكينة تدخل صدره تعرف إن ده مش هزار خالص. مايكل بعد كده يعمل حاجة أغرب، يمسك الجثة يعلقها بطريقة منظمة كأنه بيرتب معرض موت، وده يورينا قد إيه دماغه بقت ساكتة بس ماشية على نمط معين. الليل قرب يخلص ولوري لسه قاعدة مع الطفل تومي بتحكي له قصص رعب. تومي بيصرخ فجأة من الشباك في راجل واقف ورا الشجرة، شايفه؟ لوري تبص بس مفيش حاجة.
تضحك وتهدي الولد، لكن هي نفسها بدأت تحس إن في حاجة غلط. بعد شوية تلاحظ إن بيوت أصحابها اللي جنبها منورات بس مفيش صوت. تقرر تروح تشوف فيه. تدخل البيت تنادي آني، ليندا، فينكم؟ مفيش رد. تفتح أوضة النوم وتصرخ. جثة صاحبتها على السرير والشموع حواليها وقناع الهالوين على وشها. وراها الباب بيتفتح بهدوء وظل أبيض ضخم يطلع من الضلمة. مايكل يمد إيده يهاجمها، بس لوري تجري بسرعة وتنزل السلم. تصرخ تطلب المساعدة، بس الشارع كله فاضي. تروح على بيت الطفل تومي، تخبط بقوة، تصرخ افتح يا تومي، افتح الباب بسرعة. الولد يفتح وتدخل وهي مرعوبة، تقفل الباب وتستخبى. مايكل مش مستعجل، بيتمشى حوالين البيت كأنه بيستمتع بالرعب اللي عمله. يدخل من الشباك الخلفة بهدوء. الستارة بتتحرك ولوري تمسك سكينة مطبخ وتستنى. هو يقرب وهي تضربه فجأة بالسكينة في صدره. يقع على الأرض وهي تاخد نفسها بصعوبة. بتبص عليه تفتكر إنه مات، لكن أول ما تدور وشها مايكل يقوم تاني كأن مفيش حاجة حصلت. اللقطة دي من أكتر اللقطات شهرة في تاريخ الرعب. مفيش صوت، مفيش موسيقى، بس مجرد ظل بيقوم في الضلمة وراها. مايكل يمسكها من شعرها يرميها على الأرض. تحاول تضربه بالإبرة تطعنه في عينه. هو يصرخ وهي تجري على أوضة تانية تخبي الأطفال وتقفل الباب، بس مايكل ما بيوقفش. يكسر الباب بإيده، يدخل وهي تمسك سلك شماعة حديد وتطعنه في صدره. يقع تاني وهي تاخد سكينته وتغرزها فيه بكل قوتها. يقع على الأرض، وساعتها يدخل دكتور لوميس اللي وصل أخيراً بعد ما كان بيتتبعه من الصبح. لوري تبص للدكتور وتقول بصوت مرعوب، ده كان الراجل المقنع، هل هو مات؟ الدكتور يقرب يضربه بالمسدس 6 طلقات. مايكل يقع من البلكونة، يقع في الحديقة، لكن لما يبصوا لتحت مفيش جثة. الهواء ساكت والليل راجع تاني سكونه، بس صوت تنفس مايكل لسه شغال في الخلفية، وبيفكرنا إن الرعب الحقيقي عمره ما بينتهي. الفيلم بينتهي، بس الليلة دي بتفضل محفورة في التاريخ. الليلة اللي فيها طفل قتل أخته وبعد 15 سنة رجع عشان يكمل اللي بدأه. من غير كلام، مجرد شر نقي زي ما قال الدكتور لوميس. مايكل مايرز مش إنسان، هو شكل الشر اللي ما بيموتش. ومن اللحظة دي هالوين بقى مش مجرد فيلم، بقى أسطورة. أسطورة بدأت منها كل أفلام القتلة المقنعين اللي جت بعده، بس محدش قدر يخوفنا زي القناع الأبيض والخطوات البطيئة اللي بتيجي وراك في الضلمة. خلينا نرجع خطوة لورا. هالوين 1978 كان فيلم صغير جدا بميزانية متواضعة، يعني الإنتاج كله حوالي 300,000 دولار بس، وده مبلغ كان يعتبر ولا حاجة وقتها حتى الأفلام الرعب. لكن بالرغم من كده الفيلم كسر الدنيا وجاب أكتر من 70 مليون دولار. طب إزاي؟ الموضوع مش في الفلوس، الموضوع في الجو اللي الفيلم خلقه. المخرج جون كاربنتر كان عبقرية في حاجة محددة. هو عارف إنك مش لازم تشوف الوحش عشان تخاف، أوقات كفاية تسمع خطواته بس. الفيلم ما فيهوش دم كتير ولا مناظر بشعة، لكن كل مشهد بيخليك على أعصابك كأنك مستني الكارثة تحصل. كلنا عارفين النغمة دي، الموسيقى اللي بتبدأ كل ما مايكل مايرز يقرب. جون كاربنتر نفسه هو اللي ألفها. تخيل، المخرج كتب الموسيقى في خلال يومين بس على بيانو بسيط، بس الإيقاع الغريب ده اللي فيه 5 نوتات متكررة بقى من أكتر ألحان الرعب شهرة في العالم. الموسيقى كانت بتشتغل زي إنذار خطر، أول ما تسمعها تعرف إن في حد هيموت أو إن مايكل واقف وراك. في حاجة عبقرية جدا في شخصية مايكل. الراجل ده ما بيتكلمش، ما بيجريش، ما بيضحكش، هو بيمشي بهدوء بس دايما بيوصل. وده اللي بيخلي خوفك يزيد أكتر، لأنك بتحس إنك قدام حاجة مش بشرية. دكتور لوميس كان شايفه كده بالظبط، وقال جملته الشهيرة، وراء العينين دي أنا شفت فراغ كامل، الشر نفسه. مايكل مش عايز فلوس، مش بينتقم، مش بيبرر، هو بيتحرك كأن الشر نفسه لابس قناع ونازل يتمشى. وده اللي خلى الجمهور يعيش حالة رعب نفسية مش عادية. الناس بدأت تتخيله في كل مكان، في آخر الشارع، في المراية، أو ورا الستارة. الجميل في هالوين إنه خلى الرعب يبان قريب من البيت. قبل كده أفلام الرعب كانت بتتكلم عن قلاع، مصاصين دماء، أو وحوش خيالية، لكن هنا
إحنا في بلدة عادية جدا، بيوت صغيرة، أطفال، شوارع فاضية بالليل، وده اللي خلى الناس تحس إن الرعب ممكن يحصل في أي لحظة في أي مكان. كلنا شفنا بيت شبه بيت لوري وشوارع زي شوارع هادونفيلد، وده خلى كل الناس تتخيل إن مايكل ممكن يطلع وراهم هم كمان. لو بصينا على الفيلم من منظور تاني، ممكن نقول إن مايكل بيمثل الشر اللي جوه كل إنسان لما يفقد الرحمة. طفل قتل أخته وهو مش فاهم ليه، اتقفل عليه سنين، رجع وهو فاضي من جوه. القتل بالنسبة له بقى فعل طبيعي، وده أكتر نوع من الرعب يخوف، الرعب اللي ملوش منطق. أما لوري فهي النقيض الكامل ليه، هي رمز البراءة والعقل اللي بيحاول يعيش وسط الجنون، وده الصراع الحقيقي اللي الفيلم بيلعب عليه. العقل ضد الفوضى، النور ضد الضلمة، الحياة ضد الموت. بعد ما الفيلم نزل، هوليوود كلها اتجننت. كل شركة إنتاج قررت تعمل فيلم بنفس الفكرة، قاتل مقنع بيطارد مراهقين في بلدة صغيرة. ومن هنا تولد أفلام زي Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street, Scream. بس كلهم مهما حاولوا فضلوا ماشيين على الطريق اللي رسمه هالوين. الفرق الوحيد إن هالوين عملها من غير دم ومن غير ميزانية ومن غير CGI، بس قدر يخوف الناس أكتر من أي فيلم تاني. بطلة الفيلم جيمي لي كيرتس كانت وقتها لسه جديدة جدا في التمثيل، لكن بعد الفيلم ده بقت تعرف بلقب سكريم كوين، ملكة الصراخ. أدائها كان طبيعي جدا، بنت خجولة بس قوية لما الدنيا تضيق، وده خلى المشاهدين يحبوها ويتعاطفوا معاها. هي مش بطلة خارقة، بس عندها غريزة النجاة، وده اللي خلى الفيلم يبان واقعي أكتر. مشاهد رمزية كتير الناس ما خدتش بالها منها، كل مرة مايكل بيقع أو يموت بيقوم تاني، كأنه رمز للشر اللي ما ينتهيش. القناع الأبيض بيرمز لانعدام الهوية، الشر من غير مبرر. كل المشاهد اللي فيها أطفال كانت مقصودة عشان توريك إن الرعب ممكن يبقى قريب من البراءة جدا. الفيلم كان بسيط في الشكل، لكن مليان رموز ذكية جدا تحت السطح. معلومات خفيفة عن الفيلم: التصوير خد 20 يوم بس، القناع ثمنه $1.98. مايكل مايرز بيتقال عليه أحياناً The Shape في الكريديتس. الفيلم ما فيهوش نقطة دم حقيقية واحدة. جيمي لي كيرتس كانت بتكسب $8 في الساعة وقت التصوير، بس بالرغم من البساطة دي الفيلم بقى من أشهر 10 أفلام رعب في التاريخ. هالوين مش مجرد فيلم، ده ذكرى أول مرة الجمهور حس إن الرعب ممكن يكون ورا باب بيتك. القصة بسيطة، قاتل هرب من مستشفى، رجع بلدته وبدأ يقتل، بس الإحساس اللي الفيلم سابه مستمر لحد النهاردة. كل مرة تسمع الموسيقى دي، كل ما تشوف قناع أبيض ساكت، كل ما تسمع كلمة هالوين هتفتكر مايكل مايرز، وهو كمان يمكن لسه بيفتكرنا. لو كنت فاكر إن الرعب في السينما بدأ مع الوحوش أو الأشباح، يبقى لازم تشوف هالوين 1978 من أول دقيقة لآخر نفس. الفيلم ده علمنا إن أبسط حاجة ممكن تخوفك لو اتعملت صح. اكتبولي في الكومنتات، هل تتخيلوا لو فيلم زي ده حصل النهاردة؟ وهتتصرف ازاي لو صحيت في بيتك ولقيت القناع الأبيض بيبصلك من الشباك؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وسيب القناع بعيد عنك الليلة دي، يمكن مايكل بيحضر لزيارته الجاية.